السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معكم هذا النهار بواحد لا فيديو. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لطيفه بوعزه. هذا النهار غنصاوب معكم واحد الكيك كيجي زوين البنات ولذيذ رائع البنات. خليكم معايا نبداو الطريقه والتحضير. هانتوما معايا البنات، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. سمحوا لي شويه على الصوت ديالي حيت ضربني البرد واحد شويه، كنعتذر على الصوت ديالي. بسم الله، نبداو الطريقه. عندي هنا واحد جوج ديال البيضات، عندي واحد قبيصه ديال الملحه شويه باش تعدل لنا الذوق وصافي ديال الكيك. عندي واحد جوج فانيات، كيس ديال الفاني. عندي هنا واحد كاس ما عمرش ديال السكر. صافي غنطرب هادشي مع بعضياتو. هانتوما معايا. صافي من بعد ما طربت السكر مع البيض والفاني غادي نزيد عليه الزيت، كاس ديال الزيت حتى هو ما عامرش. غنطرب عاوتاني مزيان مزيان. عندي هنا واحد كاس الماء دافي، وغنزيد معاه واحد معلقه ديال الخل. وغنبقى نزيد الماء شويه بشويه وغنطرب. انا كنزيد وانا كنطرب ديك الخليط ديالي. تيقوني البنات جا غزال هاد الكيك ولذيذ بزاف. عفوا مره اخرى على الصوت ديالي. صافي البنات، من بعد ما خلطت مزيان مزيان داك الخليط مع داك كاس الماء اللي درت، ها هو كاس كامل درتو ديال الماء دافي، الماء دافي. دابا غادي ندير الطحين البنات كندير الطحين غير بالمعلقه، كنعبر انا غير بالمعالق. المهم انا نقول لكم شحال خدا معايا من معلقه. تقريبا خدا معايا 10 ديال المعالق ديال الطحين هاد الخليط. دابا غندير واحد الكيس ديال الخميره من 20 غرام، 20 غرام البنات. كيس واحد غادي نديرو نغربلو باش ما كيبقاش فيه ديك الحبيبات. صافي هادشي اللي كاين البنات، هانتوما معايا.
هذا الخليط اللوز المهم ما هو قاصح ما هو خفيف بزاف، كيجي القوام ديالو بحال هكا. غادي نجيب واحد البول واحد اخر، غنصوب فيه واحد الكريمه ديال الزبده مع اللوز، كتجي البنات غزاله. هاد هادي الزبده، هادي 100 غرام هنا ديال الزبده عندي، مع كيس ديال الفاني. عندي هنا كاس ديال اللوز مطحون، ما انا طحنته بالقشور ديالو، مسحته من ديك الغبره وداك الشيء ديالو، وطحنته هكاك بالهذاك ديالو غير بوحدو، ما معاه لا سكر لا والو. المهم اللي كيبغي الحلاوه يزيد معاه شويه ديال السكر، ولكن انا ما زدتش معاه حيت ما كنبغيوش الحلاوه بزاف. صافي غادي نخلط داك اللوز مع ديك الزبده، كتجي واحد الكريمه زوينه البنات. صافي انا نخلطو غنرجع معاكم. صافي من بعد ما خلطت البنات ديك الزبده مع ديك اللوز، خلطتها مزيان مزيان، وغادي نزيد معاها واحد جوج بيضات. صافي نخلط داك البيض مع ديك الزبده مع ديك اللوز، كيجي البنات رائعه. شتي البنات كي كتجي داك الكريمه ديال داك الزبده واللوز مع البيض، كتجي رائعه البنات غزاله. صافي جبت المول ديالي اللي غندير فيه الكيك، دهنتو بشويه الزبيده، وغندير له هاد ورق الفرن. صافي ديك الزبده البنات من تحت هاي كتلصق ديك الورق، ما كيبقاش يتحرك. صافي هذا ما كان البنات، غادي نحط الخليط ديالي ديال اللون اللي صوبت ديال الكيك. صافي من بعد ما درت الخليط ديالي الاول، غادي ندير داك الكريمه اللي درت، غادي نديرها من فوقو، غادي نوزعها هكاك، نسرحها على ديك الخليط من الفوق. نديرها غير شويه بشويه. صافي البنات من بعد ما درت ديك الكريمه كامله، صافي جبت هنا واحد جوج تفاحات، قطعتهم شرائح صغيورين بهذيك ديالهم، باللفات ديالهم، القشور ديالهم داكشي، حيت ملي كيطيب ما كيولي مزيان. صافي نستف مع داك التفاح. صافي هادشي اللي كاين البنات، وغندخلها للفران. نتوما معايا، ندخل الفران وغنرجع معكم. صافي الكيك ديالي من بعد ما طاب البنات هو هذا، كيجي على هذا الشكل، جا رائع البنات زوين. صافي ندير شويه لاباج ولا الكونفيتور ولا العسيله ولا اللي كان، المهم اللي كان موجود. صافي من بعد درت ديك شويه د اللوز اللي كان بقى لي مطحون، درتو من الفوق. وصافي اي حاجه ديروها، اللوز افيلي، اي حاجه البنات، جا رائع هاد الكيك غزال.
نقطع معكم واحد الطرف. شوفوا هشيش البنات، بزاف غزال لذيذ لذيذ. كنتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. شتي البنات كي جا داك اللوز وداك الكريمه هبطت لتحت، جات واحد الطبقه دي بحال طبقه اللوز من التحت، وجات عليها لاباط من الفوق. داك الكيك من الفوق جا غزال البنات، وداك التفاح جا بحال المهم حتى هو جا بحال كريم. جات بنينه البنات، غزاله والله. جربوها ان شاء الله تعجبكم. واللي وصلت لهنا ما ينسانيش من واحد اللايك، واحد التعليق ديالو زوين، وشكرا. السلام عليكم البنات، خليت لكم الراحه. الى فيديو جاي ان شاء الله.